ارخص لابتوب تقدر تجيبه للالعاب والمونتاج في 2024. لو انت مهندس معماري او جيمر او حتى مونتير فالفيديو ده ليك، لان جبت لك ارخص لابتوبين تقدر تعتمد عليهم في المجالات التقيله اللي لسه قايلها. تابع معايا الفيديو للاخر وانت اشترك في القناه لو مش مشترك، ويلا نخش على الفيديو. واول لابتوب معانا وهو الاتش بي زد بوك 15 جي 5. اللابتوب ده بيجي بمعالج من انتل وهو الاي 7 8850 اتش. المعالج ده بيجي ب 6 انواع و12 مسار بتردد 2 و6 وعلى التربو 4 و3. المعالج ده حلو جدا بالذات في المونتاج والتصميم. اللابتوب ده بيجي ب 32 جيجا رامات دي دي ار 4، وبيجي ب 512 جيجا اس اس دي، وده هيخلي اداء اللابتوب صاروخ. تعال نشوف كارت الشاشه. كارت الشاشه اللي في اللابتوب ده وهو انفيديا كوادرو بي 2000. الكارت ده بيجي ب 4 جيجا بي رام جي دي ار 5. الكارت ده كويس جدا في المونتاج مع المعالج اللي في اللابتوب، وكويس جدا في العاب الاي سبورتس، وهيمشي الدنيا معاك في الالعاب التقيله، بس ما تتوقعش منه اداء قوي في الالعاب التقيله. واخر حاجه وهي شاشه اللابتوب بيجي بشاشه بحجم 15 و6 انش، والمفاجاه ان الشاشه بتيجي بريزوليوشن 4K وكمان اي بي اس. حرفيا هتبقى ممتازه جدا في التصميم والمونتاج، وبتيجي كمان بمعدل سطوع هو 400 نتس. ودي كده كل مواصفات اللابتوب الاول. تعال نشوف مواصفات اللابتوب التاني. وتاني لابتوب معانا وهو الاتش بي زد بوك 15 جي 6. اللابتوب ده بيجي بمعالج برضه من انتل وهو الاي 7 9850 اتش. المعالج ده بيجي ب 6 انواع و12 مسار بتردد 2 و6 وعلى التربو 4 و6. المعالج ده اعلى من الاي 7 8850 اتش بس مش بفرق كبير. اللابتوب ده بيجي ب 32 جيجا رام دي دي ار 4، وبيجي ب 512 جيجا اس اس دي، وده هيخلي برضه اداء اللابتوب صاروخي جدا في المونتاج والتصفح وكل حاجه. تعال نشوف كارت الشاشه. كارت الشاشه اللي في اللابتوب ده وهو انفيديا كوادرو تي 2000. الكارت ده بيجي ب 4 جيجا في رام جي دي ار 5، والكارت ده كويس جدا في المونتاج مع المعالج اللي في اللابتوب، وكويس جدا في العاب الاي سبورتس، وهو نفس اداء كارت الشاشه اللي في اللابتوب اللي فات، وهيمشي الدنيا معاك برضه في الالعاب التقيله، بس ما تتوقعش منه برضه اداء قوي في الالعاب التقيله. واخر حاجه وهي شاشه اللابتوب بيجي بشاشه بحجم 15 و6 انش بدقه فول اتش دي، بس بريزوليوشن 1080 بي مش 4K زي اللابتوب اللي قبله. والشاشه دي برضه بتيجي ببانل اي بي اس، وبتيجي كمان بمعدل سطوع وهو 400 نتس. ودي كده مواصفات اللابتوبين اللي في الفيديو. طب اشتري انهي لابتوب فيهم لشغلي؟ لو عايز اداء ممتاز مع شاشه ممتازه روح للجي 5، ولو عايز اداء برضه ممتاز جدا بس الشاشه اقل شويه هات الجي 6. طب اشتريهم ازاي؟ اللابتوبين بيجوا بسعر 25250 جنيه، وهتلاقيني سايب لك لينك الشراء في الوصف. وبس كده، وكده نكون خلصت كل حاجه في فيديو النهارده. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك، ولو مش مشترك اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي هننزلها على القناه. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام.